عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش كل لحظة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. من أكتر الحلويات المميزة والشيك جدا على السفرة هي رموش الست أو عيون الشهد. لازم تكون بالطريقة اللي انتم شايفينها دي وتكون بتدوب في البق من أول قطعة لآخر قطعة. النهاردة هنعملها مع بعض، مش هتبوظ منك أبدا لو عملتيها بالطريقة دي واتبعتي الخطوات دي، علشان احنا هنقول كل التركات اللي هتساعد على نجاحها. شايفين شكلها من اول قطعة لاخر قطعة بتدوب حرفيا. يلا بينا نبدأ، نسمي الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة عندي نص كوباية سمنة، تقدري تستبدليها بنص كوباية زبدة، او ممكن تحطي سمنة على زيت او سمنة على زبدة، بس ما ينفعش زيت لوحده علشان ما تنشفش منك. السمنة اساسي عندي تكون بدرجة حرارة الغرفة، او تقدري تسخنيها وتسيبيها لحد ما تبرد. وبعدين هحط عليها معلقتين من السكر. تقدري تستخدمي السكر حبيبات او بودر حسب ما تحبي. هتضربيها كويس لحد ما لونها يفتح بالمضرب او بالسباتشولا حسب المتاح عندك، مفيش مشكلة ابدا. لو عايزة تختصري الضرب الكتير تقدري تحطي السكر البودر بدل الحبيبات، بس هتحطي معلقة واحدة مليانة. بعد ما لونها يفتح هحط بيضة متضاف عليها كيس فانيليا، وهكمل ضرب. بضرب كويس جدا لحد لما البيض يختلط بالخليط اللي عندي. بعدين بضيف 3 معالق كبار من سميد البسبوسة الناعم، لازم الناعم، الخشن هيخليها تعضم معاكي. وبعد كده بحط 2.5 كوباية دقيق، وتقدري تقللي من نص كوباية الأخيرة دقيق وتضيفي حبة حبة في العجينة، بس أنا أخدت معايا بالظبط 2.5 كوباية دقيق. وبعدين هحط رشة ملح ومعلقة بيكنج باودر صغيرة وهعجن فيها. رقم 1 بقى من عوامل نجاحها ان هي ما بتتعجنش كتير، هي زيها زي الكوكيز او المعمول او البسكوت. عجن كتير العرق بتاعه بيطلع، بتظهري العرق في العجينة وبينشف وبيعضم منك. انا هحط عليها هنا ربع كوباية مية دافية، هي اخدت معايا بالظبط ربع كوباية، وهعجن فيها بالراحة جدا كأني بعجن عجينة كوكيز او بسكوت لحد ما اوصل للقوام ده. اهم حاجة ما بتلزقش في الايد، ولما باجي اشكلها مش بتشقق معايا في التشكيل. كده اكون ضامنه ان هي ناجحه. ده السمك بتاعها، ما بكبرهاش قوي، هي مش بتفرش ما تقلقيش، فهي هتفضل على نفس الحجم اللي انتي عملتيه بيها. السمك بتاعها بيكون وسط، ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. احطها على صينيه مدهونه. وتاني عامل من عوامل نجاحها بعد ان انا ما بعجنهاش كتير ان انا بدخلها فرن مسبق الحراره، بيكون فرن سخن. وتالت عامل من عوامل نجاحها ان الشربات لازم يكون دافي وهي تكون سخنه. ما ينفعش ابدا يكون الشربات سخن، ولا ينفع يكون بارد. لو سخن هتعجن جدا معاكي، ولو بارد هينشفها. فاول ما بدخلها الفرن ببدأ بتنفيذ الشربات علشان يكون بدأ يهدى ويبقى دافي، وهي طالعة بحطه عليها على طول. هنا بعد ما شكلتها بدهن الوش بلبن ورشة نسكافيه، تقدري تستبدلي ده ببيضة وفانيليا، او حتى تقدري تستبدليه بالمية، بس احسن نتيجة كانت معايا هي اللبن والنسكافيه، والبيضة والفانيليا كانت حلوة برضو. بعد ما بدهنها بشكلها بالشوكة علشان تاخد الشكل الكلاسيكي بتاع بره. تقدري تشكليها بأي شكل وتشكليها بالطريقة اللي انت حباها، مدورة على شكل الكوكيز براحتك خالص. احنا بس بنقربها لأقرب شكل اللي بتتباع فيه بره. دخلها فرن سخن مسبق الحرارة، انا مسخناه من قبل كده لمدة 25 دقيقة، وبولع الشواية في الاخر عليها 5 دقايق، او حسب الشواية بتاعتك. المهم تكوني واقفة جنبها عشان ما تاخدش لون جامد يعني. مراجعة سريعة على عوامل نجاحها: رقم 1 تمشي على المقادير مظبوط، رقم 2 ما بعجنش كتير عشان ما تعضمش، رقم 3 الفرن بيكون سخن قبل ما ادخلها، رقم 4 الشربات بيكون دافي وهي سخنة. لو مشيتي على الخطوات دي اضمن لك والضمان بالله ان هي هتكون ناجحة جدا جدا جدا. الشربات بتاعي بحب اعمله 1.5 كوباية سكر وكوباية وربع مية، وبحط عليه معلقة عسل جلوكوز يغلي غلوتين كده لمدة مثلا دقيقتين. بعصر نقطتين من عصير الليمون، مش باخد نص الليمونة كلها، يا دوبك نقطتين من عصير الليمون. يغلي 3 دقايق وبطفي عليه، وبحط الفانيليا وانا بطفي النار عشان ريحة الفانيليا مطرش، وبسيبه مكشوف كده علشان يلحق يدفى. ولازم اسمع صوت اللي هو التش ده بتاع كأنها بسبوسة علشان اضمن ان هي نجحت.
قلت ايه دي؟ مولع نار. دي قلب. بعد ما سقيتها الشربات الدافي بكرر شربات دافي وهي سخنة، بسيبها بغطيها واسيبها على الوش اللي تحت 3 دقايق، وبعدين اقلبها الناحية التانية واغطيها تاني واسيبها، يعني هتاخد على كل وش في الشربات 3 دقايق وهي متغطية عشان تشرب الشربات وتدوب وتكون مميزة جدا، طعم الشربات بيدخل فيها. هتدعولي على الوصفة دي. اتمنى تجربوها وتعجبكم. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.